ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ دلوقتي هنشوف مع بعض كتالوج اوريفليم شهر نوفمبر الشهر الجاي. تعالوا كده نتفرج على المنتجات والعروض اللي نازلة، اللي المفروض الشهر دوت شهر البلاك فرايداي والبينك فرايداي وشهر التخفيضات والعروض. تعالوا كده نشوف اوريفليم وصلت بينا لحد فين واسعارها بقت عاملة ازاي. قولوا لي برضو رأيكم وشاركوني كده. ايه رأيكم في الحاجات اللي بتنزلها اوريفليم دلوقتي والاسعار اللي وصلت لها دلوقتي، لما تكون البرفانات عندها معدية ال1000 وال1300 جنيه؟ مزيلات العرق عندها ب170 وب180 جنيه. كريمات البشرة بقت ب500 جنيه. طبعا مش هنتكلم على مجموعات النوفيج لان هي اصلا من الاول غالية، ودلوقتي وصلت المجموعة ل3000 جنيه. انتوا متخيلين يا جماعة الاسعار؟ هل الشركة دلوقتي بقت في متناول الجميع؟ هل الشركة دي دلوقتي بنات الجامعة، ست البيت اللي قاعدة في البيت ما بتشتغلش وبتاخد مصروف من زوجها بس مثلا، هل الشركة دلوقتي بقت مناسبة ان الواحد يشتري منها كل شهر متطلباته؟ انا عن نفسي كنت ليدر في اوريفلام، وايام ما كانت الشركة يعني أسعارها معقولة. هي طبعا معروف إن من أوريفليم من زمان تعتبر أعلى في المستوى كفلوس يعني وكسعر من ايفون من زمان الكلام ده. بس كانت برضو إلى حد ما لسه مقبولة، لسه الناس تقدر تجيبها. بس بصراحة هم نطوا نطة غريبة قوي وراحوا كده في حتة تانية خالص بعيدة عننا. يعني أنا دلوقتي فعلا بشوف الحاجات الضرورية منها وبجيبها، وبستنى كمان لما تكون في عروض، وما بجيبش كمان بالكود العضوية بتاعتي دلوقتي. لا، بشوف اي حد من زمايلي باخد منه، بخليه يجيب لي معاه في الاوردر بتاعه. بشوف بنات برضو زمايلي بيعملوا مثلا عروض على المنتجات عندهم. انما الموضوع بصراحة بقي يعني فوق الوصف بصراحة. تخيلوا يا بنات ان اوريفليم كانت منزلة او كانت هتبتدي تنفذ ان الكتالوج الورقي، يعني الكتالوج ورق كده كتاب يجيلك لما تعملي اوردر. تخيلوا يا بنات كانت هتخليه ب75 جنيه. انتوا متخيلين كتالوج هتتفرجي عليه وبعد كده ولادك هيلعبوا بيه ويقطعوه؟ ده لو انت يعني ما مش بتعملي تسويق للمنتجات، لو انت بتشتري لنفسك او عامله العضويه لنفسك. بقت ب75 جنيه. بعد كده تراجعت في الامر، واخر حاجة عندهم بيقولوا ان هم خلاص مش هيتعاملوا بالكتالوج الورقي تاني، وكله بالكتالوج الالكتروني، نسخة الPDF اللي بتنزل على الموقع بتاعهم وعلى الجروبات وكده، وهيكون التعامل والتواصل من خلال الكتالوج الالكتروني. علشان طبعا هم لقوا اساسا ان مفيش عضو هيشتري الكتالوج ب75 جنيه، يعني امال هو هيكسب ايه؟ الناس بقى اللي بتبيع وكده، اما انا اشتري كتالوج ب75 جنيه هكسب ايه؟ تمام. وكمان يعني زمان ما كنا بنحتاج اكتر من كتالوج، بحيث يعني يبقى كتالوج معانا في الشنطة، كتالوج نوريه للزبونة مثلا، لعميلة كده يعني. لكن دلوقتي طبعا صعب. طبعا عارفه ان في ناس كتير هتهاجمني وهتقول لي منتجات اوريفليم توب، منتجات اوريفليم طبيعيه، حاجات كتير كده. انا ما قلتش اي حاجه في ضد الشركه ولا عبت في منتجاتها. منتجاتها حلوه جدا، ما بتضرش فعلا البشره، يعني حتى لو ما استفدتيش بيها مش هتضرك. الميك اب بتاعها كمان ما فيش منه اي ضرر. بس برضو انا بتكلم في حته تانية يا بنات، انا بتكلم في بنت في الجامعه، عروسه بتجهز، ست بيت قاعدة في البيت مش بتشتغل، بتاخد مصروفها بس من جوزها، نفسها تدلع نفسها، تجيب حاجات ميك اب، برفانات، عناية بالجسم، عناية بالبشرة. هل هتقدر هل هتقدر ان هي تجيب كريم ب500، غسول ب300، برفانة ب1000 جنيه، مثلا روج ب300 جنيه؟ يعني هي دي عايزة لها ميزانية لوحدها. فانا بصراحة حاسة ان اوريفليم بقت نطت كده نطة بعيدة شوية. الا طبعا في ساعات بعض المنتجات بيعملوا عليها فعلا عروض كويسه، فدي اللي انا بجيب منها بصراحه. ما اقدرش يعني، انا بصراحه من النوع اللي ما اجريش على المنتج وخلاص غير لما يكون فعلا نازل عرض، ومنتج كمان يكون يعني مش لاقيه له بديل. تمام. لكن لو حاجه لاقيه لها بديل ويكون سعره اقل، طب ليه لا؟ ليه ما اجيبش؟ وبدل ما اجيب حاجه واحده، ما انا ممكن اجيب حاجتين مثلا.
فانا عايزاكم تتفرجوا على الكتالوج يا بنات، وتشاركوني رايكم وتقولوا لي ايه رايكم. هل لسه الناس اللي متابعه القناه هل لسه بتشتروا من اوريفليم كل شهر بنفس الكميه اللي كنت بتشتريها قبل كده؟ هل وقفتي التعامل مع الشركه ما بتشتريش منها دلوقتي؟ هل شايفة ان في شركات تاني في السوق دلوقتي بقت تنافسها، او نفس الجودة على الاقل بسعر بسعر كويس، بسعر مقبول، بسعر نقدر نجيبه؟ عايزة أعرف رأيكم. هل بتفكروا زيي؟ طبعا أنا عارفة إن المنتجات فيها كتير حاجات حلوة، بس برضو حرام إن أنا أدفع 500 جنيه في كريم. وبرضو نرجع ونقول إن هي مستحضرات تجميل مش مستحضرات طبية. تمام، فاسيبكم بقى تتفرجوا على الكتالوج وتشوفوا العروض وتشوفوا الاسعار، وهنستنى بقى المناقشة، وكل واحد كده يدي رأيه في الكومنتات تحت، وان شاء الله نتواصل مع بعض. واسيبكم بقى تتفرجوا على الكتالوج.